ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين اللهم صل على النبي، الحبة الرز المحشي اللي كانوا باقيين معايا بقالهم 3 ايام دول، لما كنت عامله المحشي الكرنب وقلت لكم احطه في التلاجة علشان انا مش بحب احطه في الفريزر عشان بحس ان هو بيتكسر معايا. فحطيته في التلاجة عادي في الرف اللي هو تحت الفريزر ده. لو انت عندك الرف اللي تحت الفريزر ده، يعني غطي حطيه في طبق بلاستيك وغطيه وقفل عليه كمان بكيس بلاستيك او الاسترتش راب ده، المهم يبقى محكم قوي عشان ما يلقطش اي ريحه من التلاجة. وحطيه في الرف اللي هو تحت الفريزر ده. لو انت هتسيبيه يومين او 3 بس، يعني اكتر حاجه بقى ما تسيبوش اكتر من كده. لو انت بقى بتحطيه في الفريزر العادي وبيطلع معاك كويس مش بيتكسر او بتحبيه كده عادي، حطيه في الفريزر. انا صراحه مش بحب الخطوه بتاعه الفريزر دي. فحطيته بقى في التلاجة كده ال3 ايام دول. وجبت انا بالليل اللي كنت جايبه، مش عارفه انا جبت لكم الفيديو النهارده ولا ايه، كنت جايبه بتنجان وكنت جايبه بسله. وبتنجان ده اللي كنت هشيل 2 كيلو ب15 هو. كنت جايبه بتنجان وجايبه بسله وطماطم وبطاطس وبطاطا حاجات من دي. لو ما كنتش وريتها لكم هنزلها لكم برضو. فجبت بقى ال2 كيلو تاني. كنت قلت للرماس شوفي لو هو عنده يعني كوسه وبتنجان، هات مثلا كيلو 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 ونص وكيلو ونص. ما كانش فيه كوسه، فما لقيتش بقى غير البتنجان ده. حتى هو ما كانش كله مقاس واحد، يعني كان فيه طويل، فاللي كان طويل كنت بقسمه اتنين. انا ما بحبش القسمه بتاعه البتنجان دي. بس يعني خلاص هو اللي موجود، وانا عايزه اعمل شويه الرز بقى خلاص عشان حرام عشان ما ارميهمش. فكنت خلاص لازم اعملهم النهارده. انا كنت اعملهم امبارح بس هو الراجل بتاع المحل كان رايح لسه يجيب خضروات وكده. كان رايح بعد العصر، لسه ما بيجيش غير متاخر، يعني ما بيجيش مثلا غير يعني على العشاء كده او حاجه. فكنت هتأخر بقى ايه لو هو هيجي لسه بعد العشاء. طب انا هعمل امتى؟ قلت خلاص طب هجيبه منه بالليل امبارح ولما اقوم بقى خلاص ابقى اعمله انا. يعني مش هياخد حاجه، يعني ده البتنجان ما بياخدش تقوير، حتى بيتقور اسرع من الكوسه بالنسبه لي. انا مش بدعكه كده في الارض. لما بتدعكيه كده انا بحس ان الجلد بتاعه بيجلد شويه. فانت لو بتدعكيه جربي ان انت ما تدعكوهوش كده، اللي هو بندعكه كده على الرخامه او بين كف ايدينا او حاجه. جربي ما تدعكوهوش. وزي ما قلت لك المره اللي فاتت انا كنت كده بقول لك خدته غسلته، اغسليه كده وصفيه في مصفى. لو انت بتدعكيه ما تدعكوهوش. ولو انت بترققيه قوي في التقوير ما ترققيهوش. وجربي كده. شوفي لو انت بتعملي زي ما قلت لك المره اللي فاتت، لو انت بتعملي في نفس الحله معاه كوسه وفلفل، البتنجان هيستوي الاول. البتنجان هيستوي الاول. الحركه اللي بتخلي فيه شويه لحم في البتنجان من جوه دي بتخليه لسه طري ويفضل لونه ابيض زي ما هو. حركه الدعك دي بتغمق لونه برضه عشان تبقى عارفه. لو انت بتحبي تديله تشويحه الاول على النار في معلقتين زيت كده على النار او في معلقتين سمنه اديله. هي بس مشكله الحركه دي ان بتخلي البتنجان يلزق في بعضه، يعني تبقى البتنجانيه كده لازقه في بعضها. انا بوريكي ايه، ما تملهاش قوي، يعني ما تمليش الحشو قوي عشان اكيد لسه هيستوي. فالتشويحه اللي انت بتديها للبتنجان دي بتخلي بس البتنجانيه من او من فوق كده تبقى لازقه في بعضها. فانت عادي لو انت بتعملي وعايزه بقى تسيبها تبرد او كده، انا هسرع بقى شويه. لو انت بقى هتسيبها تبرد وبعدين انت بتفك براحتك بقى براحتك، لو انت بتحبي كده. انت كده كده بتحبي التشويحه بس بتزهقي من الحركه اللي انا بقولك عليها دي. بعد ما تخلصيه بقى دخليه الفرن. يعني حطيه في صينيه كبيره كده او صاج كبير كده على حسب الكميه اللي عندك ايه. ولو انت الكميه عندك صغيره جايبه كيلو مثلا او حاجه، حطيه اساسا احشيه في صينيه. يعني لو انا كنت جبت كيلو بتنجان وكيلو كوسه كنت هعمل ده في صينيه وده في صينيه عشان ادخلهم الفرن. فلو انت بتحب الحركه بتاعه التشويحه دي ومش عايز تعملي الاولانيه عشان بتضايقك، بعد ما تخلصي حطيه في صينيه وحطي على وشه معلقه سمنه بلدي او معلقه سمنه عاديه او معلقه زبده اللي انت بتحبيه. ودخليه الفرن. بصي يا دوبك تشميعه بس كده، ما تنشفوش عشان بس الجلد ما يبقاش ناشف معاك. تشميعه بس كده زي ما انا كنت عامله فيه المره اللي فاتت. انا بس عشان عملته بقى في حله النهارده تغيير بقى، يعني عشان هو الكميه هتعمل بقى. بدل ما اعمل صينيتين بتنجان قلت خلاص هي حله هتاخده وناكله المره دي من غير تحمير في الفرن مش مشكله. كده كده انا مش هعمل اللهم صل على النبي. انا مش هعمل فراخ او لحمه او كده، فمش عندي شوربه اساسا. فكده كده ايه، هعمل شوربه تانية هتشوف بس معايا دلوقتي. فالمهم عايزه اقول لك ان انا كان عندي الخلطه بقى بتاعه المحشي دي. مش شرط تعملي زي وتسيبها في التلاجة. في ناس كتير بتحطها في الفريزر وبتبقى ناجحه معاها. انت وحريتك. حسيت ان انا ما عملتش حاجه ولا حسيت ان انا عملت محشي او حاجه. التقوير ما خدش ربع ساعه تلت ساعه والحشو كذلك ما خدش برضه ربع ساعه. فحسيت ان انا ما عملتش محشي. فانا بقى عملت حله محشي حلوه وانا مش تعبانه في حاجه. ولا حبه الرز اللي هيبقوا دول هجيب لهم قرنين فلفل. مش تعبانه في حاجه بقى ولا كده. فهنا بقى عملت الصلصه الطماطم اللي انا بقول لك عليها. انا مش ما عنديش شوربه، فجبت كده حطيت معلقتين سمنه كده. معلقه سمنه معلقه زيت، وحطيت عليها نص معلقه توم كده مفروم. واحط عليها مكعبين ماجي. مكعبين المرقه دي اللي هي مرقه الخضار، مرقه الفراخ او مرقه اللحمه.
بلاش مرقه الخضار عشان احنا عايزين حاجه يعني ايه تدي نكهه الفراخ او اللحمه او كده. فمكعبين مرقه فراخ، مرقه دجاج، مرقه لحمه، اللي عندك بقى حطيتها هنا كده تتشوح مع التومه. لما الحاجات دي بتتشوح، انت عارفين انا بحب اشوح البهارات مع الحاجه في الاول كده مع السمنه، فلما بتتشوح بتدي نكهه حلوه. هنزل عليها بقى، احط عليها انتج الصلصه، ما عندكيش معلقه صلصه، عندك حبه طماطم انت مسبكاهم كده، هنزل عليهم بمعلقتين صلصه وحبه سكر صغيرين لحموضه، بس لحموضه الصلصه. المكعبات الماجي طبعا بتبقى حادقه، انت بقى اما تخلصي وتحطي الميه بتاعتك يبقى دوقي، لو انت محتاجه كان حبه سكر، لو انت لقيتيها ناقصه ملح شويه يبقى حطوها، انما ما تحطيش من الاول كده عشان المكعبات بتبقى فيها ملح. خد بالك من الخطوه دي، وانت حاطه طبعا في الرز ملح، فيعني انت كل خطواتك فيها ملح، بس خد بالك من دي. بعد ما تخلصي وتحطي الميه وتغلي يبقى دوقيها. حطيت لها بقى ميه عاديه من الحنفيه، مش لازم مغليه، ما انا كده كده هسيبها تغلي. هسيبها بقى كده لما تغلي، وبعدين ابقى اسقي بقى الايه البتنجان. كنت انا ظبطته كده في الحله، وجبت له قرنين الفلفل وحطهم فيه زي ما انت شفت كده. حطيت قرنين الفلفل والحاجه حشيتهم على ما الشوربه دي غليت معايا. كانت غليت بقى كده، هشيلها واجيب البتنجان مكانها، اسقيه كده. بس كده غليت بقى معايا كده ودقتها، وحطيت لها شويه ملح صغيرين، هي كانت محتاجه شويه ملح صغيرين، حطيت لها شويه ملح صغيرين. واللهم صل على النبي شويه فلفل اسمر صغيرين برضو. حطيت كده والله الاتنين كيلو، بسم الله ما شاء الله، يعني بيرموا كتير كتير يعني. خدي بالك من الحاجات دي، لو انت جايبه 2 كيلو كوسه، 2 كيلو بتنجان، خدي بالك لو انت بتعملي معاهم كرنب يبقى قللي، لو انت بتعملي كرنب يبقى قللي في البتنجان، على حسب انت بتبقي عارفه عيالك بياكلوا ايه كده. خلصت بقى اللي حطيت، ولحت على المحشي هنا، ولما يغلى هوطي عليه. جبت بقى هنا حبه دقيق، حطيت عليهم شويه نشا، كنت هعمل معاه ايه ستريبس. كان عندي صدر فرخه كده هخليه. قلت لك انا مش هعمل فراخ او لحمه حاجات من دي، فقلت هم كانوا عايزين بانيه او ستريبس او حاجه، فقلت خلاص هعمل لهم الستريبس ده. حطيت هنا شويه الدقيق زي ما بقول لك، حطيت شويه نشا، حطيت معلقه، يعني معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، وحطيت شويه بهارات من بتاعه اللي هي بتاعه البروست دي، وشويه ملح وفلفل اسود صغيرين، لان طبعا البهارات انا قايله لك البهارات اللي عندي مملحه شويه. قلبيهم بقى كده كويس، يبقى انا حطيت دقيق ونشا وبيكنج باودر واي بهارات انت بتحبيها، ده الاساس بس. ده الخلطه الجافه، انا مش هعمل خلطه من التانية، لان انا هعمل التتبيله دلوقتي في زبادي، فمش محتاجه ان انا اعمل اللي هي الخلطه اللي هي السايله دي. هنا بقى كان عندي بقى الصدر ده، هو ما كانش حتى كبير قوي، بقسمه كده على نصين، وتقطعي بقى صوابع زي ما انت عايزه. بقول لك هنا حتى هو مش طويل قوي يعني، الصدر ده ما كانش كبير قوي، فانا كنت راكناه بقاله يجي اكتر من 10 ايام في الفريزر يعني. مش عارفه اعمل بيه ستريبس، ولا مش عارفه اعمل بيه، عايزه اجيب حاجه معاه. فقلت خلاص النهارده، انا ما كانش في بالي طبعا يعني انا قلت هعمل شويه المحشي، كنت هقلي بطاطس، هعمل حاجه، فقلت انا عندي الصدر ده اطلعه اعمله معاهم، يبقى حاجه وجبه جنبهم وخلاص. هو في ناس كتير بتاكل مع انا احط عليه بقى علبه زبادي، ناس كتير بتاكل مع المحشي بانيه وستريبس، بس هما انا قعدت اخيرهم ساعه ما كنت بغسل الصدر ده. بص انا بغسل، انا حطيت هنا زبادي، وحط برضو البهارات اللي انت بتحبيها، بس معلوش اي حاجه، زبادي والبهارات. ما تحطيش على التتبيله زيت، الحاجه اللي انت هتقليها ما تحطيش عليها زيت. انا بس ما عملت، حطيت في علبه الزبادي معلقتين ميه كده وقلبتهم معاه، بقلب بس. ما تحطيش في التتبيله في اي حاجه تقيله، سواء بانيه او ستريبس او اي حاجه من دي زيت. الزيت بيفك الكفر اللي بره، بيفك التتبيله من بره. انا بقول لك في المرحله دي لو عايز تحط بيضه حطيها، بس انا مش بحطها. انا والعيال مش بنحب البيض في التتبيلات والحاجات دي. لو انت عايز تحط بيضه بقى حطها هنا مع علبه الزبادي. بس كده كنت انا بقى سبتها كده، كنت ركنتها لما المحشي خلاص استوى وشلته ركنته من على النار. قلت بقى هقلي، لان طبعا القليه مش هتاخد حاجه، فقلت ايه على مقلي كده يكون مغرف المحشي، وكنا انا قليت. طلعها كده من التتبيله، تحط في الدقيق بس ما تتكيش عليه زي البانيه. احنا عايزين الطبقه اللي هي المنحكشه دي، زي اللي انت بتشتريها كل مره. اقول لو انت عايزه طبقه زياده بترجعيه كده، انا برجعه بس حاجه بسيطه بس كده. انا التتبيله اللي انا حاطه فيها الحاجه مش كتير يعني. يبقى احنا حطينا في الخلطه اللي هي فيها الفراخ دي، حطينا علبه زبادي واي توابل انت بتحبيها بس. يبقى زبادي واي توابل انت بتحبيها. الخلطه الجافه اللي هي الدقيق دي، دقيق وشويه نشا وشويه بيكنج باودر صغيرين، واي توابل برضو انت بتحبيها. انا حطيت شويه كركم، شويه بهارات، احنا بنحب اللون الاصفر، لو انت بتحبها مديه اللون الاحمر هتحطي بابريكا، على حسب بقى. عندك زعفران بتحطي لون الزعفران، على حسب الحاجه اللي انت بتحطي. انا بحط كده 4 ب4 واقلبهم كده ايه، بصوا بتلطيف صوابع بس كده. بقلب كده عشان تفضل مديانه الطبقه اللي هي المنحكشه اللي بره دي، هي دي اللي بتديك الطبقه المقرمشه. واهم حاجه يكون الزيت مش قليل يعني، كتير شويه، والزيت سخن، وما تكتريش في الطاسه. انا كل مره بقول نفس الكلام، بس انا بقوله ربما حد بيشوفني لاول مره يعني، لا حد بيشوفني لاول مره، لسه اول مره يعمل الاستريبس، بيعمل بانيه مثلا، عايز يجرب الاستريبس معانا كده. فالزيت يكون، بصي انا خلاص اتقدح حلو، سخن قوي، واحط بقى فيه احط فيه يعني بتاع 5 وحدات او حاجه، مع ان الزيت كتير. ما تقلبيش، انت الزيت عندك بيبقى كتير، هو بياخد طبقه من فوق، لون من فوق ولون من تحت، من غير ما تقلبي طالما الزيت عندك كتير. يعني ما تحاوليش الزيت في الحاجات دي يبقى يا دوبك مثلا مغطي الطبقه اللي تحت بس، لا، والطبقه اللي فوق مكشوفه لا.
في البانيه والستريبس والفراخ اللي انت عايزاها مقرمشه زي اللي بتشتريها من بره، لا حاول الزيت يبقى مغطي من فوق، يعني يبقى مغطي الحته كلها، تبقى الحته كلها تنزل تحت اول ما تحطيها. اول ما تعمل كفر هي هتطلع لوحدها فوق. انا هوريها لك دلوقتي. تقدري تطلعي بقى اللون اللي انت عاوزاه، ذهبي كده الاشقر، غامقه شويه، براحتك. هنا المفروض انت تطلعي كده، بس انا بسيبها لان انا بقول لك انا عرفتك من المره اللي فاتت العيال عندي بيحبوها غامقه شويه، بيحبوها. انا مش بقول لك انا بتك عليها كتير كتير، الكفر ما بيتحركش. طالما انت عاملاها انت كمان، لو انت بتخافي من الكفر ده، بعد ما تعملي الطبقه بتاعه الدقيق دي دخليها اللون بتاع الزيت ده بيغمق بسرعه من التوابل اللي انت بتحطيها. هو مش غامق عندي من الاول، هو بيغمق من التوابل اللي انت بتحطيها. اللهم صل على النبي. لو انت بتخافي من الكفر يفك منك، انا بقول لك برضو تاني مره تقدري تطلعيها في الوقت ده باللون ده. تقدري تحطها في التلاجة نص ساعة أو في الفريزر ربع ساعة، بيمسك برضو الكفر عليها. لو انت بتخافي لا يفك منك، هو مش هيفك ولا حاجة. بس البنات مثلا اللي لسه بتعمل في الأول تقدري تحطها عادي في التلاجة شوية بعد ما تحطها في الدقيق. كان كده بقى أنا خلصت وعملت لهم، قالت لهم بطاطس خلاص كده بغرف لهم بقى الأكل. غرفت كده الأكل، عملت لهم بقى عملت الاستريبس بقى كده مقرمش وتحفة وجميل ومستوي. قالت لهم معاه بطاطس، وغرفت كده البتنجان. بص لونه ابيض، بيفضل ابيض وتحفه، ولا الجلد بتاعه ناشف. بص هو اصلا باين معاك ان هو طري جدا ومستوي جدا، زبده كأن قطعه البتنجان كده زبده معاكي. ما عدتيش بس تدعكيه ولا ترققيه قوي وانت بتقوريه. سيبيه زي ما قلت لك كده. بس هيبقى انت هتحبيه كده بالطريقه دي، مش هتعمليه تاني غير كده. ما بياخدش وقت كمان، انت لسه مش هتقعدي تدعكي ولا ترققي قوي في التقوير، فما بياخدش وقت. انا بقول لك كل الاكل ده والله بادئه فيه بعد ما صلاه العصر. قورت وخلصت وحشيت وعملت الاستريبس وقليت وكل ده وخلصت وكله صلاه المغرب وقعدت. كانش في اي حاجه، مش هياخد منك اي وقت. ما تخافيش البتنجان ولا الكوسه ولا الحاجات دي بتاخد وقت. ما تخافيش بس من تقول انا لسه هعمل محشي، لسه هعمل حاجه. هو طول الشتاء ده عاوز محشي، محشي كرنب بقى، محشي بتنجان، محشي كوسه، ايا كان، بس احسنهم محشي الكرنب طبعا. بس انا بقى عشان كنت لسه عامله لهم كرنب من يومين، فقلت اغير بقى، جبت لهم ده. يلا الف هنا وشفا.